السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، تعالى نتكلم شوية على ماتش الزمالك امبارح. بصوا يا جماعة، بصراحة يعني الزمالك امبارح بيدي درس للناس كلها في ان اللي عاوز يكسب بيكسب. ولا تقول لي صفقات بقى، ولا تقول لي فلوس، ولا تقول لي لعيبة من نفسنا من بعض. انا عايز بس إدارة الاهلي ولاعيبة الاهلي تبص بصة كده على نادي الزمالك. وانا طالع اتكلم النهارده بصراحة احقاقا للحق ان الزمالك امبارح بيدي درس للناس كتير قوي. ان هو الكورة للمتعة، الكورة روح. هي اللعيبه دي كلها لو جيت تبص هتلاقي عندها مستحقات متاخره، هتلاقي ما بتاخدش فلوس، هتلاقي الفريق اصلا عمال يبيع في لعيبه عنده عشان يكفي بس الناس اللي موجوده. وبيلعب بناشئين، مصعد ناشئين، مصعد شباب، وبيكسب بالخمسه، وكان يستحق السادس كمان امبارح. فما تجيش تقول لي بقى ايه الصفقات الجديده واللعيبه لسه ما خدتش فرصه. امبارح احنا بنشوف لعيبه لسه شباب لاول مره تلعب واول ماتش ليها، ومتالقه وبتدي في الملعب وعندها روح في الملعب وعندها رغبه الفوز في الملعب. هنا الفرق. انت جايب لعيبه بملايين في الاهلي، جايب لعيبه بمليارات، وعماله تصرف مستحقات بتاخدوها في وقتها، كل حاجه متوفره لهم. وتبص على الماتش بتاع الاهلي والبنك الاهلي، اللعيبه ما عندهاش رغبه في الفوز اساسا. اللعيبه ما عندهاش حميه في الماتش، كل واحد تحس ان هو موظف بيعمل اللي عليه وخلاص، بيلعب على الواقف. امكانياته محدوده. مفيش اي حد عنده الحميه ان هو يكسب، ان هو يروح، ان هو يأدي. كل اللعيبه بتبص على التجديد وتبص على ان هو ياخد فلوس اكتر، وده يبقى في العقد بتاعه كام مليون، والاعلان بتاعته كام مليون. بس انت ايه مردودك في الملعب؟ مفيش، صفر. تبص على الباكات، عندك كوكا ولا عندك عيد اللي انت لسه شاريه. الاتنين الشباب اللي في الزمالك بصراحه امبارح ادائهم امبارح في الملعب برقبتهم. يا جماعه الحق اتقال. هو الواحد مش عشان اهلاوي فهيقول لك لا ده هيدافع عن اللعيبه. لا لا لا، خلاص ما بقاش في وقت للدفاع عن اللعيبه ومبررات. لازم نتكلم مع بعض بصراحه، ولازم نقول الكلمه بصراحه. امبارح الزمالك بيقول للناس كلها انا عندي مشاكل في الاداره، وعندي وقف قيد، وببيع لعيبه من عندي ومن اهم اللعيبه اللي عندي، وكل ده بس انا عندي لعيبه طالعه من الناشئين والشباب انها قادره تشيل مسؤوليه. عندي مدير فني مش خايف، بيطلع الناشئين وبيعتمد عليهم وبيعتمد على الشباب، وعامل تشكيله حلوه. في لعيبه عندها حميه الفوز، في لعيبه عندها رغبه في الفوز. عندي فريق مصر ان هو ينافس على الدوري في ظل كل الظروف اللي تخليه ما ينافسش اصلا. امبارح الزمالك بالفوز بتاعه امبارح وصل ان هو تاني الدوري، فوق بيراميدز وفوق الاهلي. ولو جيت بصيت على بيراميدز والاهلي، الاثنين عندهم سكواد مرعب، الاثنين عندهم لعيبه احسن لعيبه في الدوري، عندهم افضل محترفين، مستحقات عندهم بتروح في ميعادها، ما عندهمش مشاكل اداريه، ما عندهمش مشاكل ماديه، ما عندهمش اي مشاكل. بس هي هنا الفكره كلها مش ان انت ما عندكش مشاكل بقى ماديه او مشاكل ماليه او مشاكل اداريه. انت هنا الفكره كلها في اللعيب نفسه، تفكير اللعيب نفسه. هنا اللعيبه مشغوله. انا عاوز ازود عقدي، انا عاوز اجدد عقدي بمبلغ قد كده، انا عاوز اعلانات، ده بياخد اكتر مني، ده بياخد ازيد مني، ده بياخد 100 مليون، انا عاوز 90 مليون. اما هناك في الزمالك فهي كلها شبه بعضها. ايه يعني ايه كلها شبه بعضها؟ يعني كلها اصلا ما بتاخدش فلوس. فيا جماعه احنا عايزين نكسب، احنا عايزين نمتع نفسنا، احنا عايزين نوري الناس كلها ان احنا رجاله، احنا عايزين قد التيشيرت اللي احنا لابسينه. زمان كان الاهلاويه دايما لحد الدقيقه 90 والدقيقه 95 ولحد اخر ثانيه في الماتش عارفين ان الاهلي هيكسب. كل الواحد بيقعد يتفرج على الماتش، ومهما يكون الاهلي خسران ولا متعادل، انا قاعد واثق ان الاهلي هيكسب، هيجيب جون ان شاء الله في الدقيقه 90 لحد ما الحكم يصفر انا قاعد. دلوقتي ممكن يخش جون في الاهلي في الشوط الاول، ما عنديش ثقه ان الاهلي ممكن يتعادل ولا يكسب الماتش كله زي ما حصل مع البنك الاهلي وبتروجيت وغيرهم كتير والمصري تبقى قاعد اللي هو ما فيش الثقه بتاعت زمان في ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب عندها الروح والرجوله، وعارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، وهتكسب وهتلعب لحد اخر ثانيه في الماتش مش لحد اخر دقيقه زي زمان. خلاص اللعيبه بقى كل همها الماده، بقى كل تفكيرها في عاوز ازود عقدي، انا عاوز فلوس وخلاص. ف بجد تحية كبيرة امبارح لنادي الزمالك. عمل ماتش حلو، عمل ماتش كبير، بعيدا عن النتيجة كبيرة وان هو كان بيلعب كهرباء اسماعيلية. انا بتكلم عن الروح اللي الفريق كان بيلعب بيها. بتلعب فريق بقى يعني اقل منك في مستوى، قوي ضعيف، مش دي الفكرة. الفكرة نفسها في انك تبص على اللعيبة وهي بتلعب، تبص على الزمالك بيضغط من اول دقيقة، مضيع، مستحوذ، بيروح. اللعيبه بتاعته كلها عندها الروح وعندها الحميه وعندها الباور وعندها الشغف وعندها روح قتاليه في الملعب.
خايفين على التيشيرت، خايفين على نفسهم، عاوزين يلعبوا كوره. فما تجيش تقول لي بعد كده بقى صفقات والمدير الفني مقعد بالعمري، والمدير الفني ليه وجهة نظر في اللعيب الفلاني، وطاهر يلعب وطاهر ما يلعبش انا عندي لعيبه في الفريق في الاهلي والله ما تستحق تلبس التيشيرت. لعبها في الملعب ما يديهاش الحق انها تلبس التيشيرت، ولا روح ولا كوره ولا اي حاجه تخليه يلبس التيشيرت. يعني الواحد امبارح فعلا شاف ان الكوره قبل اي حاجه هي روح، هي شغف، هي ان انت عاوز. غير كده شكرا بجد. اتمنى الفتره الجايه ان الاهلي يبص بصه على اللعيبه اللي عنده، ويحاول ان هو يرجع الروح للفريق تاني. ازاي انا ما اعرفش، بس اللعيبه دي محتاجه يرجع لها الروح، محتاجه ترجع لها الشغف، محتاجه تحس بقيمه التيشيرت اللي هي بتلبسه. مبروك للزمالك، ويا رب يا رب اتمنى الفتره الجايه الاهلي يرجع زي الاول. اخواتي وحبايبي، السلام عليكم.